شمس FM بودكاست. نقطة توضيح معك سي عبد الفتاح مورو، كنت تقول لنا كونه اليوم انت عندك معلومات انه فما بلايص في البلاد قاعد يتعلم فيها فكر ربما وهابي بعلماء ولا بدعاة ولا نسميهم كما يظهر لنا من السعودية، وقاعدين موجودين في تونس ويقوموا بعملية بين ظفرين غسيل دماغ للتوانس. يعني قاعدين ياخذوا في شباب ما عندوش معرفة دينية سابقة، دخلوا مازالوا كي دخلوا للصلاة، وهؤلاء تعلم لهم قواعد الفقه الحنبلي، الأصول على المذهب الحنبلي، بعض العلوم الإسلامية المختلفة بالنظر الحنبلي، وهؤلاء يهيئون لأن يصبحوا طابورا في بلدنا يدعو إلى استبعاد المذهب المالكي والفقه المالكي وإحلال المذهب الحنبلي محله باعتباره مذهب السلفي. هذا هو الخطير، لأنه أنت عندما تقول لي المذهب الحنبلي نقول لك هم رجال ونحن رجال، أما وقت اللي تقول لي المذهب الحنبلي باعتباره هو المذهب السلفي وهو الرأي السلفي والفقه السلفي، يصبح الإمام مالك كأنه من حوادث العلماء في المجتمع الإسلامي وما عندوش تاريخ، بينما الإمام مالك أسبق من الإمام أحمد بن حنبل وهو من علماء السلفي. وهذا المعنى سيدخل علينا ارتباكا في وطننا. يبدأ احنا كانت تشخل زاد تبف، احنا كنا ناقصين في فهمنا للفقه المالكي لأنه علماءنا كادوا يضمحلون وقاعدين نحييه في هالمدرسة هذه. فإذا تدخل علينا مدرسة دخيلة مخدومة بسند، الله أعلم شنو سند، انتم ما تعرفوش شنو سند، مسندة. وهذه المدرسة يشاع فقهها في بلدنا، وهو فقه لم يأخذ بعين الاعتبار إلى المجتمع الذي نشأ فيه، وهذا موجود في أكثر من نقطة في تونس. هذا أنا عندي يقين وأنه حصل مرتين بدورات قدرها 3 أشهر يجيوا فيها الشباب هذوما يكدسون، يعطون مقابلا لحضورهم لأنه مش ينقطعوا على أعمالهم، يعطون مقابلا. علاش تعطى المقابل؟ مانيش عارف علاش. ويبقوا لمدة 3 أشهر في دورة تكوينية مغلقة حتى يتخرجوا بعد مدة بدورات مختلفة، يتخرجون علماء في المذهب الحنبلي. فأنا نقول هذا أمر خطير لا نرضاه. علاش؟ ما عندناش مشكلة مع المذهب الحنبلي، احنا عندنا في تونس وحدة المذهب، عشنا في تاريخنا مذاهب كثيرة جات ومشات، قاعد عندنا مذهب الإمام مالك، وعندنا إخواننا الإباضية الموجودين في جربة اللي احنا متأنسين معاهم ولا خلاف بيننا وبينهم. أما مش تدخلنا في الجامعة الآن مشكلة كيفاش نصلي وكيفاش نصوم وكيفاش نزكي، هذه حلان باب فتنة. إياكم يا توانسة منه، إياكم يا توانسة منه. سي كمال الساكري الباحث في الحضارة العربية المختص في الإسلام السياسي، عندك تعقيب على الكلام؟ نعم، في نفس السياق هذا ما أردت أن أضع عليه إصبعي، وقد سبقني إليه الشيخ ومشكور، وأننا نعيش بداية معناها فتنة حقيقية. كباحث وكناشط سياسي أيضا أعلم جيدا أن الوهابية موطئ قدم ما فتئ يتعاظم في بلادنا بالبترودولار وبالأئمة الذين يبعثونهم ليكونوا في رسكلة لمجموعة من الشباب، وأغلبهم ربما غير مؤهل أصلا علميا لتلقى مثل هذه العلوم. والمعلوم أيضا من داخل البحث العلمي أن المذهب الحنبلي معروف هو أشد المذاهب انغلاقا وابتعادا عن العقل. نحن سنشهد في تونس إن شاء الله تواصل الأمور بهذه الكيفية، وبعيدا عن نظرية المؤامرة وتعليق القضية كلها على أن ثم مندسين، ثم تخريب ممنهج، وثم أطراف خليجية كالسعودية وكقطر الآن تمول عملية فتنة طائفية وقسم معناها رمي تونس في أتون المعركة بين المذاهب. وأنا شخصيا أرى أن هذا المذهب خطير جدا، لأنه دمر في الفترة الوهابية بلاد الخليج، ثم وصل حتى الكربلاء ودمرها. هي لا تقل ولا تنقص من الدماء من عهد الأموي، ثم تعيشها في القرن ال18. ثم الآن يؤسس لفتنة طائفية ممولة من السعودية تحديدا بترودولار والمشايخ الموجودة والممولين الاستشاريون. ما تحبش نظرية المؤامرة، لكن هذه في لا هذه موجود، هذا ثابت، هذا ثابت بالبحث، لا مش مؤامرة، هذا ثابت. وأعطى الشيخ عينه ومتحقق منها، وأنا متأكد أيضا. الخطير في هذا أن هذا المذهب الحنبلي باحترامنا لأحمد بن حنبل هو مذهب معناها أصبح إيديولوجيا مغلقة، لا تقبل العقل، لا تقبل الاجتهاد، خاصة الاجتهاد. نحن مدعوون فقط للتقليد
وتقليد من الدين كامل يختصر في مذهب حنبلي على إخراج وعلى معناها طريقة وهابية سعودي. واضح. تعقيب سريع اذا كان عندك تعقيب سي سلاح البوعزيزي ناطق رسمي باسم جبهه الاصلاح، ومن بعد ناخذ التليفونات. تفضل. بارك الله فيك. على كل حال هو تعقيب يعني في المجال الديني خارج يعني الاطار السياسي. اولا الوهابيه وما يراد بهذا الفكر. انتم عندكم علاقه بها؟ لا معنا انا باش نبسط يعني وجهه نظر فقط حتى لا ما يصيرش معناها تخويف الناس، لانه الفكر السلفي ليس محصورا فقط في الوهابيه. والسلفيه يعني ليست محصوره فقط هي اجتهادات يعني لأئمة مثل ابن تيمية ومثل ابن القيم الجوزية وغيرهم كثير. وهذه الاجتهادات هي لا ترقى إلى درجة القدسية، إلى درجة يعني التقديس، ولا يجب أن تنزل إلى يعني درجة نزع نور الهداية عن هذه الاجتهادات، وإنما يؤخذ منها ويرد كما يعني ورد. يعني كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا تعقيبا على مداخلة أستاذنا عبد الفتاح مورو أقول يعني الآن كيف يمكن أن نتصدى إلى هذه المخاوف التي أثارها؟ لا بد الآن من العلماء والمشايخ الموجودين في تونس أن يتصدوا بهذا عبر يعني نشر الفكر المالكي والمذهب المالكي وتعريف الناس يعني بالمذهب المالكي، وهو من سلف الأمة، وهو أسبق من الإمام أحمد، وهو إمام العقيدة السلفية. لذلك الآن الأبواب المساجد والجوامع مفتوحة، الجمعيات موجودة، الفضاءات يعني متوفرة. يلا يعني وفروا كون الشباب، يعني علموا الشباب، خليه معناها يهتدي إلى سواء السبيل. هذا هو التحدي الحقيقي المطروح الآن. شمس FM بودكاست.